السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. صراحة غبرت عليكم، توحشتكم بزاف، توحشت نتواصل معكم، نحط لكم فيديوهات. فغادي نشارك معكم اليوم واحد البسبوسه باللبن كتجي خطيره بواحد المذاق جديد، كتجي زوينه بزاف. جربوها، من احسن والذ البسبوسات اللي حضرتهم معكم. سبق لي حطيت لكم عده وصفات ديال البسبوسه، ولكن هذه جربوها، كتجي فيها واحد الخفه واحد البنه خطيره بزاف. نخليكم المكونات وطريقه التحضير. فغادي نبداو بسم الله على بركه الله بتحضير البسبوسه ديالنا. غادي ناخذ واحد الاناء كيف ما كتشوفوا، كنعتذر منكم الصوت ديالي شي شويه مبحبح. فغادي ناخذ اناء درت فيه قبيصه ديال الملحه، غادي نضيف واحد 2 حبات ديال البيض. بالنسبه للبيض عندي انا صغير، الا كان البيض اللي الحجم ديالو كبير ممكن انكم ديروا غير بيضه واحده. غادي نضيف هنايا، غادي نكه بزهره البرتقال، السكر اللي هو منكه بزهره البرتقال كيعطينا واحد المذاق زوين هكا في البسبوسه. غنضيف ساشي. غادي نضيف كذلك واحد الكاس ديال السكر، ما يعادل كيف ما كتشوفوا واحد 150 حتى 160 غرام ديال السكر. غادي نخلط المكونات. بسبوسه سهله ديال اخر لحظه، كتجي خفيفه وزوينه بزاف. كنخلطو هنايا مزيان البيض مع السكر. صافي بعد ما خلطنا غادي نضيفو كاس الا ربع من الزيت، ما يعادل 100 مليلتر. ثم غادي ناخدو اللبن وغادي نضيفو الكميه ديال كاس ونصف من اللبن. كيف ما كتشوفوا نضيف الكاس الاول، وهنا غادي نزيد نضيف نصف كاس. هاد الكاس هو اللي عبرت به الزيت، داكشي علاش كيف ما كتشوفوا ما لصقش فيه اللبن. صافي وكنوليو نخلطو. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطت غادي نضيف الان عندي جوز الهند اولا الكوك. غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال جوز الهند، وغادي نضيف كذلك عندي هنايا سميده رقيقه. غادي نضيف واحد الكاس ونصف، راه نفس الكاس كتاخذوا به جميع القياسات. الا احتاجيت سميده فغادي نزيد نضيف. عندي هنايا 16 غرام من خميره الحلويات. ها الا كنتو غديروا خماره اللي فيها 7 و 8 غرام غادي ديروا 2 اكياس. انا هذه عندي فيها 15 او 16 غرام. صافي كتخلطوا المكونات. هاد البسبوسه هادي راه كتوجد بسرعه، كتجي زوينه. هنايا بانت لي مازال خفيفه شي شويه، غادي نزيد نضيف لها شويه ديال السميد. هنا كيف ما كتشوفوا زدت غير واحد 4 كاس، يعني عندنا تقريبا الا بغيتو الكميه بالضبط واحد 2 كيسان مع عامرينش ديال السميده، لان السميده راه كون ما بقات راه كتشرب. صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. كيف ما قلت لكم راه كتشرب، يعني مباشره كتكونوا موجدين هكا القالب اللي غتوضعوا فيه الخليط ديالكم. فبالنسبه للقالب انا غادي ندير في هذا القالب هذا دهنتو بالزبده ورشيتو بالسميده. وبالنسبه للقياس ديالو غادي نعطيكم القياس بالضبط. كيف ما كتشوفوا تقريبا فيه 28 سنتيم. صافي غندوزو نفرغوا الخليط بحال هكا، وكنكونوا مسخنين الفران كنديروه
في الاول على اعلى درجه. مجرد ما كنبغيو ندخلو البسبوسه ديالنا كنقصولو وكنديروه على 170 حتى 180 درجه. في الاول كنشعلها غير من الاسفل حتى كتمر هكا 21 دقيقه، كنزيد نشعل حتى من الفوق باش كتحمر من الوجه ديالها. كتاخد تقريبا واحد 30 35 دقيقه في الفران. صافي كنحركوها شي شويه بحال هكا وندخلها الفران كطيب. ندوزو نوجدو الخليط اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا. عندنا كاس ديال الماء وعندي نصف كاس ديال السكر. اللي كيبغي البسبوسه تجي مسقيه مزيان وحلوه، يعني كيبغي الحلاوه بزاف، ممكن ديروا كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء. انا المهم البسبوسه انا راه كتجي هشيشه وما كنبغيش هكا ديك الحلاوه اللي كتكون كثيره، غير بحال هكا راه كتجي حلوه. غادي نضيف هنايا كيس من السكر بنكهه زهره البرتقال اللي درناه كذلك في الخليط ديال البسبوسه. صافي غنخلطو، صافي غنديروا هذا الخليط هذا فوق النار واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. وهنايا كيف ما كتشوفوا السيرو ديالنا بعد ما غلى كيكون بحال هكا الشكل ديالو. والبسبوسه ديالنا بعد ما طابت وخرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا كتجي هشيشه. فبالنسبه للبسبوسه راه باقا سخونه والسيرو عندي راه بارد، غادي نسقيها بهذا السيرو. شوفوا راه كيتقال شي شويه، ما كيبقاش هكا خفيف. بغيتو تخليوه خف من هكا ممكن، انا كنبغي بحال هكا يجي ثقيل وكتشربو كتجي معلكه من الداخل. فكيف ما قلت لكم يا اما يكون السيرو سخون او تكون البسبوسه هي اللي سخونه، المهم واحد يكون سخون واحد بارد باش كتشربوا بسرعه. صافي غادي نغطي عليها شي شويه هكا واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق كتبرد مزيان وندوز نقلبها. صافي هنا كيف كتلاحظوا راه تشربات هذاك السيرو اللي سقيناه بها. غادي نقلبها بحال هكا في صحن ديال التقديم، كتاكدوا في الاول بانها ما ملتصقاش. صافي وكتقلبوها. شوفوا معايا كيفاش كتجي البسبوسه محمره، كتجي زوينه بزاف وفي نفس الوقت هشيشه. غادي هنايا ندهنها بالمربى او بالعسل. انا عندي هنايا عسل اللي سخنت هكا شي شويه، غادي ندهنها من الفوق باش غادي نزينها. فالتزيين تيبقى اختياري، ممكن تزينوها كيف ما بغيتو. فانا نزينها بحال هكا تزيين اللي هو بسيط وسهل. دهنتها بالعسل وغادي نزينها بحال هكا بالكاوكاو اللي حمرته وطحنته. وصافي هنايا غادي نقطعها معكم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كتجي شيشه، كتجي زوينه من التقطيعه، كتحسوا بها رطبه من الداخل. والمذاق ديالها بديك النكهه ديال زهره البرتقال واللبن كيعطيها واحد المذاق رائع وهشاشه زوينه بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه، متاكده غادي تعتمدوا هاد البسبوسه هذه الا جربتوها، وسهله بزاف كيف ما شفتوا طريقتها بسيطه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه اخرى. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله.